لو أنت طالب في الجامعة وعايز تعمل أكتر من 30,000 جنيه أو 40,000 جنيه أو 50,000 جنيه شهريًا أونلاين بسهولة جدًا. من ناحية تانية، أنا عارف إن أنت تعبت من كتر الفيديوهات اللي أنت بتسمعها على اليوتيوب، إن هو يقول لك إزاي تقدر تعمل كطالب أول فلوس ليك أونلاين، وإزاي تتعلم مهارة كبيرة جدًا، جدًا، تاخد منك وقت طويل جدًا، جدًا. أنا عارف إن أنت مش عايز تتعلم حاجة تضيّع الأجازة كلها وفي الآخر ممكن ما تجيبلكش فلوس، ولكن في الفيديو ده بجد أنا هاقول لك حاجة هتاخد منك بالضبط يوم واحد بس عشان تتعلمها، دي بالنسبة للنقطة الأولى. والنقطة التانية اللي عايز أفاجئك بيها إن هي high demanding service أو بمعنى أصح الخدمة دي مطلوبة جدًا، جدًا في السوق، وبالتالي في خلال ال3 سنين أنت ممكن كمان تحوّلها لbusiness يقدر يحقق لك شهريًا أكتر من 200,000 جنيه و300,000 جنيه. خلّينا طبعًا نتكلم عن الموضوع ده في نقطتين مهمين جدًا، جدًا. النقطة الأولى والأهم وهو إن الbusiness ده زي ما قُلت لك مش هياخد منك غير يوم واحد بس عشان تتعلمه، ما ينفعش ياخد منك أكتر من كده. هاقول لك طبعًا المصادر اللي المفروض تذاكر منها، دي بالنسبة للنقطة الأولى. بالنسبة للنقطة التانية هادّي لك خطة لمدة 3 أيام في إيه اللي هتعمله بالضبط عشان تقدر إن أنت تجيب أول 10,000 جنيه ليك، وبعد كده أول 20,000 جنيه ليك، وبعد كده 30,000 لحد ما توصل لأرقام كبيرة جدًا، جدًا. ولو أنت عايز زي ما قُلت لك تحوّله في خلال ال3 سنين الجايين إن هو يبقى business تقدر تعمل الموضوع ده بسهولة حتى في الجامعة، ومش هياخد منك وقت أبدًا، أبدًا بمعنى أصح. ولو أنت ما تعرفنيش فأنا محمد أسامة وأنا رائد أعمال عصامي، وأنا عندي حاليًا 18 سنة، وبدأت أول business ليّا وأول شركة ليّا وأنا عندي 16 سنة، وحوّلت الbusiness ده إن هو يعمل في أول سنة ليه أكتر من 400,000 جنيه كإيرادات. وحاليًا أنا بابني Valcon Media واللي هي الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط كله في الcontent distribution أو في توزيع المحتوى. ويالّا بينا نبدأ في الفيديو. خلّينا نبدأ نتكلم أكتر عن المهارة والخدمة دي، وفي نفس الوقت برضه قبل ما نتكلم في أي تفاصيل، عايز أورّيك فيديو صغير جدًا، وعايزك تقول لي ملاحظاتك بخصوص الفيديو ده، تمام؟ يالّا بينا نتفرج على الفيديو. تمام. 100% انا عارف ان انت لاحظت حاجات معينه عامه في بدايه الفيديو. اول حاجه، انت حاسس ان الشخص اللي قدامك شخص عادي جدا جدا، الفيديو مش بروفيشنال ابدا. تمام. من ناحيه تانية مش لابس حاجه في رجله، وتحس كده ان هو في البيت بتاعه بيصوره في البيت بتاعه. والنقطه التانية، الفيديو في الصاله تقريبا في صاله البيت، وصور لاكبر البراندات يعتبر في السعوديه، براند دي اس دبليو، وبين لك اسم البراند دي اس دبليو، المنتجات بتاعتها، وان هي براند ملابس، ووضح لك كل الحاجات دي في فيديو سيمبل جدا جدا. وده بالظبط انا عايزك تعمله. عايزك تعمل زي الفيديو ده. الشخص ده اسمه يو جي سي كريتور. هنبدا طبعا نشرح الموضوع ده بالتفصيل، ولكن عشان بس بفهمك التفصيل كبدايه عشان تاخد نظره من فوق شويه. تمام. الشخص ده اسمه يو جي سي كريتور. البراند بتبعت له منتج من منتجاتها، تمام، وهو بيبدا يصور لهم فيديوهات عامه في حياته اليوميه. انت لما تيجي تدخل الفيديو ده بتحس ان هو شخص عادي زيك، يعني شخص عامه قاعد في بيته زيك، تمام، وفي نفس الوقت مش لابس حاجه، محسسك ان هو فيديو عادي جدا جدا، مش بروفيشنال جدا. تمام. فاللي بيحصل كالاتي ان انت بتنجذب لنوعيه الفيديوهات دي عشان كده بيحسسك ان هو شخص عادي او فيديو عادي بيعمله المستهلك، تمام، زيه وزيك. ومن ناحيه تانية هتحس انه قاعد في بيته زي ما انت بالظبط، شبه بيتك بالظبط، صح ولا لا؟ ودي النقطه الاساسيه ورا حاجه اسمها يو جي سي فيديوز. يو جي سي فيديوز دي فيديوهات انتشرت الفتره اللي فاتت بنفس الطريقه دي، فيديوهات سيمبل جدا، بتبقى عباره عن فيديوهات المستهلك بيعملها من غير اي حركات عامه لها علاقه عامه بالانفلونسنج. اكيد فاهمين قصدي. النقطه الاساسيه ورا الموضوع ده هو ازاي تقدر انك انت تعمل اعلان للمنتج بطريقه ذكيه، وتحط المنتج كانه بالظبط في حياتك اليوميه، مش طالع تعمل له اعلان. ده الفرق. ماشي. عشان كده الفيديوهات طبعا دي بدات انها تجيب مبيعات من ناحيه الاعلانات، الناس بدات تنجذب لها اكتر. تقول لي محمد ليه الناس بدات تنجذب لها اكتر؟ اقول لك السبب. لما في طبعا فيديوهات كترت الفتره اللي فاتت من ناحيه الانفلونسرز، ان في انفلونسر مثلا يطلع ان هو يعلن عن منتج معين ويتكلم عن المنتج ويعمل له ريفيو، مفيش ناس بتصدق الموضوع ده، لان هم عارفين ومتاكدين ان الانفلونسر ده واخد فلوس، وبالتالي لازم يقول كلام حلو عن المنتج، صح ولا لا؟ ولو مش واخد فلوس هيقول كلام وحش عن المنتج، صح ولا لا برضه؟ فالنقطه الاساسيه هو الموضوع ان طبعا معظم الناس من ناحيه الثقه للانفلونسرز بقت قليله جدا جدا. فبدا يظهر بقى نوعيه الفيديوهات دي اللي هي فيديوهات اليو جي سي. فيديوهات اليو جي سي بتوضح لك ان شخص عادي جدا جدا زيك، دي بالنسبه للنقطه الاولى. والنقطه الثانيه بيوضح لك المنتج بالظبط عباره عن ايه في صوره سريعه زي ما انت شفت في الفيديو، وانتهى الموضوع. تمام. غير بقى فيديوهات الانفلونسرز، انت بتبقى عارف ان اصلا واخد فلوس، فبالتالي انت مش عايز تشتري، انت خايف ومتشكك. اما المره دي لا، انت شايف شخص عادي زيك بالظبط، بيصور في بيته عادي جدا، وفي نفس الوقت هو كأنه هو بيعمل انبوكسنج لللبس بتاعه. فدي هي بقى فيديوهات اليو جي سي، وكلنا عارفين نصورها وعارفين طريقتها. تمام. دي النقطه الاساسيه والموضوع. خلينا طبعا نبدا ان احنا
نتكلم برضو على مثلا نشوف فيديو تاني. تمام. اول حاجه لاحظتوها ان هي استخدمت المنتج على نفسها، فبالتالي بتوضح لك المنتج في صوره سريعه جدا جدا كانه هي بتستخدمه في حياتها اليوميه، وانتهى الموضوع. الفيديوهات دي كلها انا عارف ان احنا نقدر نصورها، ودي النقطه الاساسيه في الموضوع. انتوا عارفين بقى البراندات بتدفع كميه فلوس كتيره جدا جدا عشان تعمل فيديوهات زي دي، لان هي عارفه ان هي اللي هتحققها لما بعد. فلان هي عارفه طبعا ان هي لما تيجي تشغل حملات اعلانيه هي محتاجه الفيديوهات دي، لان الفيديوهات دي هي اللي بتجذب الناس، فبالتالي تروح الويب سايت بتاعهم ويشتروا يعتبر منهم المنتجات كتيره جدا جدا، ويحققوا مبيعات ورا الفيديوهات دي كتيره. فدي النقطه الاساسيه ورا الموضوع، وده اللي احنا عايزين نقدمه للبراندات. تمام. ده بالنسبه بشرح بسيط عامه للموضوع ده. خلينا بقى نبدا في شرح عامه اليو جي سي بالكامل من إلزت. يلا بينا. خلينا طبعا نبدا نتكلم اكتر عن اليو جي سي فيديوز وشرحها بالتفصيل. ومهم جدا نعرف ان 100% يو جي سي اختصار لبعض الكلمات. يو جي سي او اول حرف معانا هو اليو، معناه يوزر او كونسيومر او المستهلك العادي. وتاني حرف معانا هو الجي، جنريتد او جنريتور الذي يصنعه. تمام. وتالت حرف معانا هو كونتنت او محتوى. لو بدات تقرا الكلمه بالكامل من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال، يوزر جنريتد كونتنت او بالعربي محتوى الذي يصنعه المستهلك العادي. بمعنى اني مستهلك عادي جدا جدا زي وزيك. تمام. بيبدا ان هو ياخد منتج من البراند ويبدا ان هو يعمل له اعلان كانه بالظبط بيستخدمه في حياته اليوميه. تمام. من غير ما يبين ابدا ان هو اعلان. ماشي. فدي بالنسبه للنقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه، انت اللي بيخليك تنجذب للفيديو ده ان هو الشخص ده زيك بالظبط، فبالتالي بتحس ان انت عندك المقدره ان انت تشتري المنتج زي ما هو بالظبط اشترى. ودي النقطه الاساسيه للبراندات، محتاجه الفيديوهات دي بالذات اكتر حتى من فيديوهات الانفلونسرز اللي بيدفعوا لهم فلوس كتير وفي الاخر مش بيحققوا لهم مبيعات. اكيد فهمت قصدي من الموضوع ده. وطبعا 100% انا مش بقول ان الانفلونسر كامبينز مش بتحقق مبيعات، انا اللي بقوله ان في فيديوهات افضل بكتير الفتره اللي فاتت، ومن ناحيه المحتوى بتجيب مبيعات كبيره جدا جدا للبراندات، وطبيعي جدا البراندات كلها تروح لها، يبقى عليها اكتر طلبا. فده بالنسبه لليو جي سي. خلينا برضو نفهم العمليه بالظبط بتتم ازاي، او ايه اللي انت المفروض تعمله. يعني انت كشخص عامه او كمهاره انت المفروض تعمل ايه اصلا. تمام. لازم تفهم العمليه بالكامل بتحصل ازاي. اولا احنا عندنا الطرف الاول هو مين؟ العلامه التجاريه او البراند. تمام. والبراند دي هتوفر لك حاجتين، هتدي لك المنتج وهتبعته لك لحد باب بيتك، وهتبعت لك برضو الفلوس بتاعتك على الفيديو الواحد اللي انت هتعمله لهم. وعندنا الطرف الثاني اللي هو اليو جي سي كرييتور او صانع المحتوى بتاع الفيديوهات. اليو جي سي ممكن يكون بنت ممكن يكون ولد، ولكن طبعا هو المنتشر يكون بنات اكتر، ولكن لو كان ولاد مفيش اي مشكله، لان في بعض الحاجات بتبقى رجالي عادي جدا كبراند ملابس مثلا. تمام. او زي ما شفنا طبعا في الفيديو الاول بتاع دي اس دبليو. تمام. فبالتالي اللي بيحصل زي بعد ما يوفر البراند المنتج والفلوس لليو جي سي كرييتور او اللي هو انت، هو ده اللي انت هتعمله. تمام. انت بتروح تعمل له ايه؟ تاخد الفيديو وتبدا ان انت تبعت له فيديوهات اليو جي سي ليه هو، عشان يقدر هو يشتغل ويبدا ان هو بوصله جديده يشغل عليها حملات اعلانيه ويبدا انه يحقق مبيعات. فالعمليه ببساطه الطرف الاول بيدي لك منتج وفلوس لحد باب بيتك، دي بالنسبه للنقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه، انت كصانع محتوى بتبدا تصور له فيديوهات كانها بالظبط انت بتستخدمها في حياتك اليوميه، بتبعت له الفيديوهات دي او ترفعها له على جوجل درايف، وبعد كده هو ياخدها يستخدمها بقى في اي حاجه هو عايزها، لو المحتوى بتاعه بتاع البراند او حتى يستخدمها في الحملات الاعلانيه. تمام. دي بالظبط العمليه كلها من إلزت. الموضوع سهل جدا جدا، ما فيهوش اي تعقيد. انت بس لك ان انت تصور فيديو زي اللي انت شفته في الاول ده، فيديو سهل جدا جدا، صح ولا لا؟ وانا هقول لك ازاي تروح تكلم البراندات وتخليهم هم كمان اللي يجوا لك بسبب المحتوى اللي انت بتقدمه. ماشي. هقول لك ازاي تقدر تعمل الموضوع ده. خلينا طبعا نبدا ان احنا نقول الخطه بتاعه الفيديو ده. طبعا لو انت بصيت على التايم لاين تحت هتلاقي ان انا مقسم لك الفيديو الايام، يوم اول، يوم تاني، يوم تالت، يوم رابع، يوم خامس. 5 ايام خطه وبلان بالكامل لكل حاجه بجد. تقدر انت تسمع او تقسم الفيديو ل5 ايام، تسمع كل جزء عامه براحتك، كل جزء مبسط جدا جدا وفي نفس الوقت هتفهم منه كل حاجه بالتفصيل. تقدر في خلال 3 ايام ان انت تبدا عادي الشغل على طول. خلينا طبعا نبدا في اول يوم. اول يوم هنبدا ان احنا نتعلم ونسمع فيديوهات كتيره جدا جدا عن افكار الفيديوهات عشان يبقى عندنا تغذيه بصريه وفكريه بخصوص التنفيذ. طبعا 100% هقول لك المصادر من فين. تاني يوم هنبدا نطبق على اي منتج موجود في البيت عشان نبقى عارفين ازاي العمليه بتمشي. وثالث يوم هنبدا نتعلم ازاي نجمع الايميلات ونبعت ايميلات ورسائل للبراندات عشان البراندات تقعد معانا ميتنجز ونقنعهم ان احنا نقدر نعمل لهم الفيديوهات فيبعتوا لنا المنتجات ونبدا ان احنا نبدا الشغل. والرابع يوم ازاي تعمل العمليه من الف للياء. هقول لك بقى ازاي على ارض الواقع اول ما تستلم المنتج بجد ازاي تعمل الفيديو، وازاي بجد ان انت يعني حاجات مهمه جدا جدا او ملاحظات لازم تبقى عارفها وانت بتعمل عامه العمليه دي كلها. هقول لك طبعا كل التفاصيل من الف للياء.
وخامس يوم واخر يوم ازاي تحوله للبيزنس يعمل لك اكتر من 100,000 جنيه شهريا، تمام، او 100,000 شهريا عامه، عشان لو انت كنت في بلد مثلا بره مصر عامه في الشرق الاوسط. فبالتالي في الخمس ايام دول مهم جدا جدا ان انت تعمل كالتالي. انا بالنسبه لي خد اليوم الاول والثاني وانت بتسمع الفيديو حاليا، ده بالنسبه للنقطه الاولى. الفيديو الثالث عايزك براحتك يوم كامل، اديله يوم كامل بالكامل، بالذات اليوم الثالث. اليوم الثالث لازم تتعلم بالظبط ازاي بجد تجمع الايميلات وتبعتها، واقول لك برضو المصدر اللي انت تقدر تذاكر منه وازاي اصلا تعرف تجمع الايميلات بالطريقه المظبوطه. فاليوم الثالث ده تسيبه لوحده للموضوع ده، تمام. اما اليوم الاول والثاني ممكن تاخده في يوم واحد، مفيش اي مشكله. ممكن تسمع الفيديو ده اللي هو بتاع اليوم الاول والثاني، زي ما قلت لك انا مقسم لك الحاجات تحت، تسمعهم بسرعه على طول في نفس اليوم. اما بالنسبه لليوم الثالث لا، ده اسمع لوحده، اسمع لوحده بالكامل، ماشي، مهم جدا تسمع لوحده. بالنسبه لليوم الرابع ممكن تسمعه مع الخامس عادي جدا جدا. المهم ان اليوم الثالث اسمعه لوحده خالص، لان ده اهم جزء، وده اصلا اللي هيخليك تجيب عميل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه بمرور الوقت. دي بالنسبه للخطه، وخلينا بقى نبدا في اليوم الاول، يلا بينا. تمام، خلينا طبعا نبدا في اليوم الاول اللي معانا. واليوم الاول معانا هيمشي على 4 خطوات. الخطوه الاولى هي كالتالي: هتروح على التيك توك. الخطوه الثانيه هتكتب يو جي سي فيديوز. الخطوه الثالثه هتتفرج على كل الفيديوهات الموجوده وتفهمها كويس جدا جدا. والخطوه الرابعه هتبدا ان انت تحط اولويات للافكار بتاعه التصوير، وايه اهم النقاط المهمه جدا جدا في التصوير. مهم جدا وانت بتسمع الفيديوهات دي ان انت تتعلم وتكتب كل الملاحظات اللي انت ملاحظها في الفيديوهات دي. اول حاجه تاخد تغذيه بصريه وفكريه. نقطه ثانيه، هتلاقي كميه اشخاص بنات او اولاد عامه بيعلموك ازاي تقدر اصلا تعمل فيديوهات اليو جي سي من ال زد بمعنى صح، وكلها فيديوهات صغيره جدا جدا لان طبعا على التيك توك. فبالتالي انت هتتعلم بسرعه في خلال نص يوم بالظبط، وهتكتب ملاحظاتك وهتجمعها عامه في نوت بوك وانتهى الموضوع. ممكن بجد في اقل من 12 ساعه تبقى انت مخلص الموضوع ده كله. انت في 3 ساعات ممكن تبقى مخلص كل المحتوى بتاع اليو جي سي اللي هو على التيك توك، تمام. فدي النقطه الاساسيه والموضوع. فالخطوه الاولى هروح على التيك توك، هتفتح التيك توك. الخطوه الثانيه هتروح تكتب في البحث يو جي سي فيديوز، وتبدا ان انت تسمع كل الفيديوهات بالترتيب زي ما قلت لك، وتكتب ملاحظاتك كلها. انا طبعا عملت كده، كتبت فوق يو جي سي كونتنت، حدد البلد اللي انت فيها. مثلا لو انت مثلا في السعوديه يبقى اكتب يو جي سي كونتنت سعودي ارابيا، لو انت في مصر يو جي سي كونتنت ايجيبت، او حتى ممكن تكتب كعام عامه يعني، عشان لو عايز تفهم الفكره بالكامل ويطلع لك كل الفيديوهات اكتب يو جي سي كونتنت على طول، تمام. اللي يظهر بص فيه هنا كل زي ازاي تتواصل مع البراند وخد مني الفلوس دي كمان مثلا، وبيتكلم لك ازاي تقدر ان انت يو جي سي اكزامبلز، ومثال على فيديو اليو جي سي. كميه امثله على فيديوهات اليو جي سي كتيره جدا جدا. تقدر تسمع كميه فيديوهات كتيره من الاشخاص. تروح على فيديوز واسمع كل الفيديوهات دي، عايزك تخلصها، تمام. وعايزك تفهم بالظبط ازاي هم بيصوروا، لان هم دول اصلا اليو جي سي كريتورز. فبالتالي انت هتفهم من اشخاص اصلا اصحاب المجال نفسهم، تمام. قلت له محمد طب انت ايه اللي هتفيد بيه؟ اللي هيفيدك بيه ازاي تقدر تجيب العميل، تمام. انا قدرت ان انا احجز اكتر من 100 ميتنجز مع عملاء، يعني 100 عميل، تمام، وانا عندي 16 سنه. فانا الحته دي فاهم فيها كويس جدا جدا. فانا عايزك تتفرج على كل الفيديوهات دي وتدرسها كويس جدا جدا. زي ما قلت لك ما ياخدش منك اكتر من 5 ساعات، تمام. خلصهم، ظبط ملاحظاتك وكل حاجه، بعد كده تعالى لي في اليوم الثاني، يلا بينا. تمام، خلينا طبعا نبدا نتكلم اكتر عن تاني يوم. وتاني يوم عايزك تعمل حاجه واحده بس، تطبق الافكار والملاحظات اللي انت سمعتها عامه، او الفيديوهات اللي انت سمعتها في اليوم الاول، تطبقها على اي منتج عامه في البيت. قلت له محمد ليه الخطوه دي مهمه جدا جدا، وليه انت مثلا ما حطيتش تاني يوم مع اول يوم وخلص الموضوع؟ لاني انا مش عايزك لما تيجي تتعاقد مع براند والبراند دي تبعت لك المنتجات لحد باب بيتك، تمام، وتيجي تمسك المنتج وتبدا تصور تبقى متردد والدنيا عشوائيه جدا جدا ومش عارف ترتب نفسك. انا عايزك تبقى متدرب على الموضوع ده، حتى على اي منتج عامه في البيت. جرب على اي منتج في البيت عامه، وجرب تعمل فيديوهات، اعمل له ايديتنج بالظبط كانك انت هتبعت الفيديو ده لاي حد عامه، او مثلا للبراند عامه بالظبط كانه فيديو حقيقي بالظبط هتبعته للبراند، والبراند تقول لك رايها، تمام. ومن ناحيه تانية هتقول لك ان انا عايز اتعاقد معاك مثلا كل اسبوع تعمل لي مثلا فيديوهين، او كل اسبوعين تعمل لي 3 فيديوهات، على حسب طبعا ما هم يطلبوا، تمام. فبالتالي الموضوع ده مهم جدا جدا. فاللي عايزك تعمله طبق، وبعد كده ابعت مثلا الموضوع ده لاصحابك، وابعت مثلا لاخواتك عامه، اسالهم ايه رايك في الكواليتي بتاعت الفيديو، هل الفيديو مظبوط، شوف ملاحظاتهم ايه بالظبط، ابدا طبق الملاحظات وغيرها وظبط الدنيا وطبق. وده اهم حاجه ان انت تطبق بعد على طول ما تتعلم في اليوم الاول، ماشي. ده بالنسبه لتاني يوم، تمام. خلينا طبعا ندخل على ثالث يوم. ثالث يوم مهم جدا جدا زي ما قلت لكم. في اليوم ده لازم ما تعملوش اي حاجه غير اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. في اليوم ده هنتعلم ازاي نقدر ان احنا نروح نتواصل مع البراندات، نبعت لهم ايميلات، او حتى ازاي اصلا هنجمع الايميلات او هنجيب الايميلات ازاي. دي بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه ايه السكريبت، او ازاي هنكتب سكريبت للبراند نفسها، تمام، او ايميل للبراند نفسها يقنعهم ان احنا الخدمه بتاعتنا مهمه جدا جدا، وبالتالي
يحجزوا معانا ميتنج، او عامه يتواصلوا معانا ويقولوا ان احنا عايزين نقعد ميتنج صغير مع بعض نتكلم في باقي التفاصيل، ان احنا عايزين نعمل كام فيديو وهكذا. تمام. فاليوم ده مهم جدا جدا. اول حاجه او اول خطوه ان احنا نسمع اي فيديو بيتكلم ازاي تقدر تجيب ايميلات الاعلانات التجاريه. وطبعا انا برشح السلسله اللي انا كنت عاملها عامه في اليوتيوب هنا. تمام. في سلسله ازاي تجيب اول عميل ليك. تمام. في فيديو، يعني هما فيديوهين، انا عايزك تسمع فيديوهين فقط، مالكش دعوه بباقي السلسله. الفيديوهين دول انا عايزك تسمعهم، ازاي تقدر تجيب ايميلات وتجمع ايميلات للبراندات، ده اول فيديو. والفيديو الثاني ازاي تبني اقوى سكريبت عامه يقنع العملاء. دول بس الفيديوهين اللي انا عايزك تسمعهم، لا غير، ما تسمعش باقي السلسله. ماشي. فطبعا لو لقيت طبعا اي حد عامه بيشرح الموضوع ده بشكل مفصل في اي حته تانية، مفيش مشكله اتفرج عليه، ولكن انا عشان انجز لك. تمام. وعلى فكره الفيديوهين دول خلوا اشخاص كتير جدا جدا في يوم واحد يجيبوا اكتر من 3 عملاء، وكنت منزل الموضوع ده على فكره على الانستجرام. تمام. فالفيديو هيفيدك جدا جدا وهيخلص لك الدنيا بشكل اسرع. دي بالنسبه للخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هنبدا نكرر بقى بعد ما نسمع الفيديوهين. خلاص احنا سمعنا الفيديوهات، خلاص هنبدا بقى نكرر الخطه بتاعتنا، وهي هنبعت كام رساله من ناحيه الايميلز والدي ام. مثلا انت هتقرر كده مع نفسك، والله انا هبعت مثلا 20 ايميل، وهروح اكلم البراندات في الدي ام، هكلم بالظبط 10 براندات كمثال. انت بتقول لنفسك كده، ده المقدره بتاعتك. بعد كده بتزيد يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. تمام. الخطوه الثالثه هنبدا ان احنا صح نعمل السكريبت او الرساله الجاهزه الايميل والدي ام. وطبعا الموضوع ده هتعرفه اكتر في الفيديو الثاني اللي انت تسمعه بتاع ازاي تعمل او تبني اقوى سكريبت يقنع العملاء. والخطوه الرابعه والاهم رساله في السكريبت هو الحاجه اللي هتميزك، اللي هي الفي اس ال. وطبعا زي ما قلت لك دي هتفهمها اكتر يعني ايه في اس ال فيديو عامه في الفيديو الثاني اللي هتسمعه. ده بالنسبه ل3 يوم هتسمع الفيديوهين دول، تفهمهم كويس جدا جدا، وتبدا انك انت تعمل الخطه والبلان بتاعتك وانتهى الموضوع. ولكن المهم ركز جدا على الفي اس ال. الفي اس ال هو اللي بيقنع العميل مش الكلام. تمام. ده بالنسبه لثالث يوم. خلينا طبعا نبدا نتكلم على اليوم اللي بعده. تمام. خلينا طبعا نبدا نتكلم على اليوم اللي قبل الاخير او اليوم الرابع. هتعمل فيه ايه بالظبط؟ اليوم الرابع بالظبط هتطبق كل اللي انت اتعلمته من اليوم الاول، بس بقى على ارض الواقع. بمعنى انت في اليوم الاول زي ما قلت لك ان انت هتلاقي كميه فيديوهات الناس بتشرح ازاي تقدر تحدد سعرك لفيديوهات اليو جي سي، ازاي تصور، ازاي تبني السكريبت بتاع الفيديو نفسه، وازاي التكنيكس نفسها بتاعت التصوير بالظبط ازاي بتاعت الفيديوهات اليو جي سي. انا قلت لك ان في التيك توك هتلاقي كميه ناس بتشرح الموضوع ده بشكل كبير جدا جدا، لدرجه ان انت اصلا هتبقى فاهم كل حاجه في اقل من يوم. تمام. فالنقطه الاساسيه بقى، تعالى بقى نبدا نطبق. لو انت مثلا خلاص الخطوه الاولى تمام والخطوه الثانيه تمام وكل حاجه اتظبطت، جيت بقى بعد كده بعت بقى الايميلات زي ما انت عملت في الخطه ونفذت الخطه، ان انت بعت مثلا 20 ايميل، ومثلا كلمت براندات في الدي ام مثلا 20 مثلا براند تانية، فانت التوتال كده 40. رد مثلا براندين او 3 براندات مثلا عليك وقالوا لك ان احنا مثلا عايزين نتكلم معاك اكتر. فالخطوه الاولى طبعا هتتفق مع العميل على السعر وعدد الفيديوهات 100%. زي ما قلت لك انت الحاجات دي بتتعلمها في اليوم الاول، لان انت هتلاقي كميه ناس شرح الموضوع ده ازاي تقدر تحدد سعرك والكواليتي بتاعتك بطريقه سهله جدا جدا. ماشي. والخطوه الثانيه، ودي مهمه جدا جدا، دي حاجه مهمه جدا جدا مفيش حد بيذكرها، ان انت لازم تقعد مع العميل ميتنج صغير. تمام. لو العميل قال لك خلينا نتفق الموضوع ده على الواتساب، لا، قول له لا، عايزين بس نقعد ميتنج صغير نتفق مع بعضينا على الحاجات بشكل بروفيشنال وبشكل يكون يعني ده بيدي لك او بيوحي للعميل ان انت عندك ثقه اكتر. لما تيجي تقعد قدامه وتقول له لا انا عايز اقعد معاك ميتنج عشان افهم انت بالظبط عايز الفيديوهات بتشتغل ازاي، عايز الدنيا بتشتغل ازاي عامه، ازاي اصور لك الفيديوهات، فده بيحسس العميل ان انت شخص واثق من نفسك. دي نقطه حلوه جدا جدا، وفي نفس الوقت انت شخص جاد في الشغل. فالموضوع ده مهم. اقعد مع العميل ميتنج واطلب منه تقعد ميتنج، وما تشرحش الخدمه بتاعتك بشكل كبير جدا جدا بينكم مثلا بين بعض مثلا في الرسائل او الواتساب او الايميلات. تمام. انت غرضك عامه لما العميل مثلا يبقى مهتم بالخدمه ان انت تقعده في اجتماع صغير لمده 15 دقيقه او 30 دقيقه بالظبط. الخطوه دي مهمه جدا جدا، معظم الناس بتنساها. تمام. دي هتقوي بينك وبين العميل الثقه بشكل كبير جدا جدا. بالنسبه للنقطه بعد كده او الخطوه الثالثه، هنبدا ان احنا نطلب من العميل ان هو يبعت لك المنتجات على عنوانك الاصلي. في بعض الاحيان بعد ما تحدد مع العميل السعر وعدد الفيديوهات اللي انت هتعملوها، ممكن يمضيك على عقد. العقد ده حاجه يعتبر صغيره جدا جدا، هيمضيك بس على عقد ان انتوا اتفقتوا على نقاط 1 2 4. مثلا لو اتفقتوا مع بعضكم ان انتوا مثلا ان انت مثلا هتعمل له مثلا 5 فيديوهات كل شهر، تمام، وسعر الفيديو الواحد كذا، فانتوا بتتفقوا على المواعيد وعلى عدد الفيديوهات وعلى نقاط مهمه انتوا اتكلمتوا فيها في الميتنج، وبعد كده هو بيمضيك على العقد ده وانتهى الموضوع. العقد سهل جدا جدا، تمام، وما فيهوش اي مشكله. تمام. وفي بعض الناس او في بعض البراندات عامه مش اصلا بتعمل عقد ليك وبتبعت لك على طول المنتجات لحد بيتك، تمام، من غير حتى اي عقد. فالخطوه الثالثه هنطلب من العميل انه يبعت لك طبعا المنتجات على عنوانك المحلي. والخطوه الرابعه هتاخد المنتجات وهتظبط السكريبت بتاعت الفيديوهات وموبايلك وتبدا تنفذ اللي انت اتعلمته في اول يوم. طبعا في اول يوم بيعلمك ازاي ان انت طبعا هتسمع فيديوهات كتير ازاي تعمل السكريبت بتاع الفيديو وازاي تصور وازاي تظبط الدنيا دي كلها، وكده كده انت مطبق اصلا في ثاني يوم، فبالتالي انت اصلا تبقى الموضوع بالنسبه لك سهل. تمام. ولكن المره دي بقى انت عايز
يعني تطلع بجد كواليتي جامده جدا جدا. ده الفرق. ماشي. فدي بالنسبه طبعا لليوم الرابع. وحاجه مهمه جدا جدا، ملاحظه مهمه جدا، كل الفيديوهات بعد ما تخلصها ارفعها على جوجل درايف عشان تكون بكواليتي عاليه. اكيد 100% انت مش هتبعت له عن طريق الواتساب، لا، احنا بنيجي نرفع الفيديوهات بتاعتنا بعد ما نخلصها وبنخلص تصوير وايديتنج صغير عليها وخلص الموضوع. احنا على طول اللي بنعمله ان احنا بنرفعها له على جوجل درايف عشان الكواليتي بتاعتها ما تقلش، عشان يقدر يستخدمها في الاعلانات او يستخدمها في اي منصات هم عايزينها. فالنقطه دي طبعا مهمه جدا جدا، لازم اقولها. يعني الموضوع ده مهم جدا بالنسبه للعميل، ان الكواليتي تكون عاليه بتاعت الفيديو. فعشان بس ما تدخلش في حته ان الكواليتي قليله والعميل يقول لك ان الكواليتي قليله، لا، لخص نفسك وخلص الدنيا وارفعها له على طول على جوجل درايف. ده طبعا نبدا نتكلم عن اخر يوم معانا واهم يوم، وهو التوسع. تمام. التوسع مهم جدا، لان انت مثلا خلاص الدنيا ظبطت معاك شويه، تمام، وحابب انك انت تبدا ان انت تحوله البيزنس يقدر يعمل لك اكتر من 100,000 شهريا. تمام. و100,000 على فكره رقم صغير، فبالتالي مهم جدا ان انت تعرف الموضوع ده. تقول لي محمد ازاي 100,000 رقم صغير؟ اقول لك ازاي رقم صغير. اولا 100,000 دي انت بتقسمها مثلا على كذا براند عامه بتتعاقد معاها، دي بالنسبه للنقطه الاولى. تمام. وبالنسبه للنقطه الثانيه، ان البراندات دي ممكن تحتاج منك فيديوهات كل اسبوع عادي. يعني كل اسبوع البراند دي بتحتاج منك الفيديوهات دي، فبالتالي عمرها ما هتقول لك مثلا انا هاخد منك فيديوهات مره واحده وانتهى الموضوع مش هتشوفها تاني، لا، دي البراندات بتبقى مصره ان انت تصور لها فيديوهات. طبعا لو شفت ان انت الفيديوهات بتاعتك جامده وحلوه جدا على طول هيتعاقدوا معاك دايما، فبالتالي تقدر بسهوله تعمل 100,000 تمام شهريا كمان. وهقول لك بقى ازاي تقدر انت اصلا تروح لاكتر من 100,000 تمام، او حتى توصل ل 100,000 واكتر من 100,000 وتحقق 200 و300,000 و500,000 كمان. ماشي. ازاي تقدر تعمل الموضوع ده؟ الموضوع ده كالتالي. اولا انا عارف 100% ان انت كنت حاليا او في اول طبعا 4 ايام بتشتغل بس مع البراندات المحليه، يعني البلد اللي انت بتسكن فيها، تمام، انت بتروح تكلم فيها البراندات اللي هم موجودين في نفس البلد، عشان بس يبقى في سهوله في حته الشيبنج، او ان هو يشحنوا لك المنتجات اللي هم بيبعتوها ليك عشان تصورها، صح ولا لا؟ يعني مثلا انت لو كنت من مصر فانت بتكلم البراندات المصريه في اول 4 ايام، تمام، وتبدا تتواصل معاهم وتتعاقد مع 3 عملاء مثلا مصريين، او 3 براندات مصريين، او 5 براندات مصريين على قد ما تقدر في البلد المحليه بتاعتك. نفس الموضوع لو انت كنت في السعوديه بتتعاقد مع براندات سعوديه، لو انت كنت في عمان تتعاقد مع براندات في العمان، لو انت مثلا كنت مثلا في الكويت، او مثلا كنت في قطر، او كنت مثلا في مثلا الامارات، فانت بتتعاقد مع البراندات الموجودين في نفس البلد بتاعتك عشان يكون الموضوع في البدايه سهل لان انت لسه بتبدا. تمام. ولكن بعد كده هنبدا بقى نتوسع للبلدان اللي في الشرق الاوسط عامه. تمام. روح بقى تواصل مع السوق بقى عامه والبلدات الخليجيه التانيين اللي هم البلدان اللي جنبك، زي مثلا لو انت مثلا في بلد خليجيه روح تواصل مع مصر، لو انت مثلا في مصر تواصل مع السعوديه، او روح تواصل مع بتوع الكويت، او روح تواصل مثلا مع بتوع قطر او بتوع البحرين. البراندات دي كلها اكتر البراندات تبقى محتاجه الموضوع ده على فكره. تمام. وبالذات السعوديه تبقى محتاج الفيديوهات دي جدا جدا، لان هم عندهم سوق حلو جدا جدا من ناحيه الفاشن، وكمان من ناحيه البراندات عامه او العلامات التجاريه. فبالتالي مهم جدا تروح لهم وتكلمهم وتقدم لهم نفس الخدمه، ولكن الاختلاف هنا ان انت بتتكلم براندات بره، فلما يجي هيشحنوا لك المنتجات هتاخد وقت شويه. دي النقطه الاساسيه او ده الفرق مش اكتر. ماشي. دي بالنسبه للنقطه الاولى. فاحنا عايزين نقدر نتوسع ونخلي البيزنس ده من يعني يحقق فلوس كتيره، لازم نروح ناخد عمله خارجيه. دي نقطه اولى، عشان طبعا لما تيجي تحولها للعمله المحليه بتاعتك تبقى فلوس اكتر. لما تاخد مثلا من كل براند مثلا شهرين 2000 ريال على مقابل الفيديوهات اللي انت بتعملها، فطبعا 2000 ريال اضربها مثلا في 13 هيطلع لك بالمصري مش عارف كام بالظبط. تمام. ولكن المهم يعني اللي انت عايزك تعرفه هو ان الموضوع هيفرق معاك جدا جدا حتى من ناحيه الفلوس. ماشي. وحتى مثلا مع البراندات عامه المجاوره برضو عشان تكبر الداتا او قاعده الجمهور بتاع العملاء بتوعك. فدي برضو النقطه دي مهمه جدا جدا. بالنسبه للنقطه الثانيه، ابعت وركز على المبيعات اكتر حاجه، وابدا ابعت كميه ايميلات بتوصل اكتر من 100 ايميل، وكمان اكتر من 50 رسائل على الانستا او الانستجرام عامه، او على طريق الدي امز. مهم جدا جدا ان تفهم كالتالي ان الموضوع له علاقه اكتر بالكميه اللي انت بتبعتها. لو انت بتبعت 200 ايميل، تمام، وحد تاني بيبعت 300 ايميل، فرصه ان هو يجيب عمله اكتر منك هيكون افضل بكتير، لان هو بيبعت 300 ايميل اكتر بكتير منك. تمام. فبالتالي مهم جدا جدا ان انت تعرف ان لو بتبعت ايميلات اكتر وبتكلم البراندات وتدخل لهم الدي ام وتقول لهم ان اقدر اعمل لكم فيديوهات يو جي سي، وتبعت لهم بعض النماذج اللي انت عملتها قبل كده، او حتى بتجيب لهم نماذج عن طريق النت، فالموضوع ده بيفرق جدا جدا. كل ما بتتكلم اكتر كل ما بيجي لك عمله اكتر، فالموضوع ده مهم جدا. تالت حاجه، ابدا عين شخص في التيم بتاعك في الوقت اللي انت بتبدا تتوسع فيه. عندك مثلا دلوقتي 10 براندات وعايزهم كلهم يكملوا معاك وعايز تحافظ على نفس الكواليتي، يبقى لازم تعين شخص في التيم بتاعك يقدر يساعدك في تصوير الفيديوهات او حتى في الايديتنج الصغير، لان في براندات ممكن تطلب منك فيديوهات اسبوعين وشهريا زي ما قلت لك، فبالتالي الموضوع ممكن يكتر عليك جدا جدا، ما تقدرش ان انت تعمل الموضوع ده لوحدك. ففي الوقت ده بنروح ليه ان احنا نتوسع طبعا 100%. ده بالنسبه لخامس يوم اللي هو التوسع. طبعا
انا الفيديو ده عارف ان هو ممكن يكون في بعض نظري وفي بعضه عملي، تمام. وطبعا انا عارف ان الموضوع مش محتاج ان انا اشرح ده كله، ولكن انا لا عايز اقوله لك ان انت بجد من النهارده تقدر ان انت تعمل فلوس عادي جدا جدا بسبب الموضوع ده، ومش محتاج بورتفوليو ولا محتاج اي مهاره صعبه جدا ان انت تبقى متعلمها عشان تقدر تعمل الموضوع ده. انت مش محتاج الحاجات دي كلها. امشي على الفيديو ده بالظبط، ماشي، وافهم الكلام اللي انا قلته واسمع الفيديوهات اللي انا قلت لك اسمعها، وانت هتكون في حته تانية، تمام. وصدقني الموضوع ده مهم جدا جدا، لو انت بدات وحولت البيزنس بجد في خلال سنه هتبقى رايح في حته تانية.